صلاة الكسوف يبدأ الإنسان فيها بتكبيرة الإحرام، وقبل هذا ينادى على المنابر الصلاة جامعة، ويجتمع الناس في مسجد واحد، ما هو في كل مسجد، في مسجد واحد وهو الجامع، هذا هو الأفضل. ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة طويلة طويلة، البقرة أو آل عمران أو السورة الطوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حتى إن بعض الصحابة سقط مغشيا عليه من طول القيام. ثم يركع بعد هذا ركوعا طويلا طويلا، ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ سورة طويلة طويلة لكنها دون الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا ولكنه دون الأول، ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد بمقدار ركوعه، ثم يسجد ويطيل السجود كالركوع، ثم يجلس بين السجدتين ويطيل الجلوس كالسجود، ثم يسجد الثانية ويطيل. هذه هي الركعة الأولى. الركعة الثانية مثلها إلا أنها دونها في كل ما يفعل، ثم يسلم. وينبغي أن يعظ الناس ويذكرهم بعد الصلاة، لأن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي صفة صلاة الكسوف الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك ولو كان مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه غير صحيح.